مساء الخير حبايبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة والأمة الإسلامية كلها بخير، ويا رب ينعاد علينا وعليكم جميعا الأيام بالخير يا رب. أنا النهاردة إن شاء الله طبعا أول يوم سحور لينا، فأنا حبيت، أنا قلت هحضر السحور، فحبيت قبل ما أحضر السحور أقدم بس كده ايه كلمة شكر من خلال القناة بتاعتي لحبيبتي وصاحبتي واختي وعشرة عمري ام عبد الرحمن. هحكي لكم قصتها دلوقتي. طبعا انا هو حطيت البيض يتسلق وهجهز الجبنه وهجهز السحور معاكم. بس الاول هقول لكم صاحبه القدره دي تبقى بالنسبه لي ايه. بصوا حبايب قلبي، ام عبد الرحمن دي انا بحب الاول اقول لك يا حبيبتي كل سنه وانت طيبه، انت وجوزك واولادك يا رب، ورب يا رب تفرحي بيهم ويفرح قلبك بيهم يا رب، ويطمن قلبك عليهم يا رب. انت ست محترمه جدا واخلاق. انا من ساعه ما نقلت وجيت هنا وانت الوحيده اللي بجد لقيتك اخت ليا. ربنا يا رب يجعلك دايما، ويجعلها عادة عليكي دايما. رمضان ما يحلاش من غير قدرة الفول بتاعت ام عبد الرحمن. بجد انا عايزه اوريكم، انا عملت الفول معاكم على القناه، بس بجد الفول بتاعها ليه طعم تاني خالص، ورمضان فعلا ما بيحلاش ولا سحور رمضان غير بقدره الفول بتاعت ام عبد الرحمن. بشكرك يا حبيبه قلبي وبجد انت اخت واخت غاليه جدا. ربنا يا رب يديمك نعمه في حياتي، وتفضلي دايما تبعتيلي الفول، وفي العيد كمان بتبعتلي الترمس. بصوا بقى شكل الفول بتاعها عامل ازاي. انا معرفش هي بتعمله ازاي، بس بصوا اهي نازله من على النار. بصوا بسم الله، بصوا بس شكل الفول عامل ازاي. بجد كهرمان، ريحته تحفه. بصوا احسن من الفول اللي احنا بنشتريه جاهز. بصوا شايفين الفول عامل ازاي؟ بجد بيتكلم عن نفسه. بجد والله طبق الفول بتاعك ده يا ام عبد الرحمن بيتكلم عن نفسه. بحب اشكرك يا حبيبتي واقول لك كل سنه وانت طيبه، ويا رب دايما فاكراني كده دايما يا رب في الخير. بصوا بقى طبق الفول دوت اهوت. هنحضره بايه بقى؟ بصوا اقرب لكم الكاميرا. بصوا الفول عامل ازاي. بصوا الفولايه، القشره طالعه من الفولايه ازاي. بصوا عايزه اوريكم بس الجمال بتاعها. بصوا الفولايه دايبه. بصوا عامله ازاي. بجد مفيش حد بيعمل كده. انتي كل سنه فاكراني كل رمضان، وقبل ما قدرة الفول بتخلص يا جماعه بتكون بعتلي واحده تانية. بصوا الفولايه عامله ازاي. بصوا زبده والله مهريه. بجد طعمها حلو جدا جدا جدا. اهو كلتها. تسلم ايدك يا حبيبتي، تسلم عمايل ايديك يا رب، وتعيشي وتتهني وتفضلي تعملي لي طول العمر. انا عملت معاكم دقه للفول قبل كده، انا لسه ما نزلتش الفيديو بس هنزله لكم ان شاء الله، عشان بس كان في ضغط شويه. نزلت كذا فيديو فهنزله لكم ان شاء الله في رمضان. اهي دي عباره عن دقه بنحطها على الفول، فيها الملح والشطه والكمون والكزبره وكل حاجه، وخل وليمون وكل حاجه. فانا ولا هحط ملح ولا هحط اي حاجه، انا هحط بس هرج الازازه بتاعتي كده كويس جدا اهو. بصوا شايفين الجمال، ريحتها رهيبه. بصوا اهو. هنزل بقى شويه كده ونحط معلقه طحينه، وكده طبق الفول بتاعنا جاهز اهو. بصوا يا حبايب قلبي، حبه بقى من الطحينه كده واحلى طبق فول. يلا نكمل معاكم بقى بقيه السحور وارجع لكم تاني. بصوا حبايب قلبي ادي السحور بتاعنا اهو. هو بسيط لان احنا كده كده مش بنتسحر، بس النهارده اول يوم فلازم هنتسحر، بعد كده ما فيش سحور خلاص. بصوا اديني اقلب الفول معاكم اهو. طبق الفول دوت يعني بجد رهيب رهيب رهيب. بعد كده سحورنا بيبقى جبنه وفول بس خلاص. ومره بقى اعمله معاكم بالطماطم برضو وبالسلطه. حطيت بقى جبنه نستو، جبنه بيضه، خيار، ده الزبادي اللي عملته معاكم، وادي البيض بتاعنا اهوت، وده الكماجي اللي انا عملته معاكم خلاص. ونحط العيش
ويا رب يلا صوما مقبولا وافطارا شهيا. ربنا يتقبل مننا كلنا. وبحب تاني اشكرك يا موجودي، واقول لك يا حبيبتي يا رب تفضلي كده اخت ليا طول العمر. جزاك الله كل خير على اللي بتعمليه معايا، وربنا يديك الصحة ويقويك يا رب ويريح بالك ويفرح قلبك. يلا اسيبكم، دمتم في رعاية الله وامنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.